هاقول لِك إنِّك هتاكلي اللي نِفْسِك فيه وهتخسّي، ولكن برضه مش هاقول لِك إن أنتِ هتخسّي بدون حرمان تمامًا، إحنا هنمسك العصاية من النُص. إزاي أستعد علشان أخس في رمضان؟ هو في استعداد لرمضان؟ أيوه في استعداد لرمضان. عارفة إن أنتِ عندِك فضول عايزة تعرفي إيه المشروب اللي أنتِ شُفتيه في أول الفيديو ده أو في الصورة بتاعة الفيديو، فهاقول لِك بس واحدة، واحدة. دلوقتي إحنا هنتكلّم عن إزاي أخس في رمضان. أولًا أنا باكلّمِك بناءً على إيه؟ باكلّمِك بناءً على إن أنا أصلًا طبيبة بيطرية، واشتغلت فترة أو درست فترة التغذية، أخدت فيها دبلومة واشتغلت فيها شوية، فعندي معلومات تخلّيني أفيدِك في الموضوع ده. ندخل في الموضوع ونقول لو أنتِ عايزة تخسّي في رمضان، ما ينفعش تيجي في أول يوم رمضان وتقولي أنا قررت أخس من النهارده، ده مش هينفع. ليه بقى؟ لإن لمّا باصوم وخصوصًا في بدايات الصيام، يُقع عندي هرمون الليبتين. الليبتين هرمون ده هو المسؤول عن الشبع، فلمّا الهرمون ده بيُقع، أنا هيبقى عندي شراهة تجاه الأكل وخصوصًا الحاجات اللي سعراتها عالية، فهاكتسب عادة، حُطّي كلمة عادة بين قوسين، في أول رمضان إن أنا آكل أكل غلط بعد الفطار، وهتفضل العادة دي لحد يوم 30 رمضان، وهتفضلي كل يوم تبقي أسوأ من اللي قبله لحد ما تطلعي من رمضان وأنتِ زايدة في الوزن. إحنا المفروض نعمل إيه؟ المفروض نبدأ قبلها بفترة. عارفة إنه ده غلطي إن أنا باعمل لِك الفيديو قبلها ب10 أيام بس أو أقل، ولكن أنتِ المفروض حتى كمان تبدئي من قبل، ولكن لو بدأتِ من دلوقتي جميل جدًا. هنبتدي من دلوقتي، نعمل إيه؟ هنبتدي نجهّز جسمنا للصيام. لو عليكِ أيام لسه ما صُمتيهاش الحقي صوميها مثلًا يوم ويوم والّا حاجة من دلوقتي، لو مش عليكِ أيام ابتدي صومي اثنين وخميس لحد ما رمضان إن شاء الله ييجي. في الأيام اللي أنا هاصوم فيها وفي الأيام اللي أنا مش هاصوم فيها هاعمل إيه؟ الحقيقة إن أنا اندمجت في الموضوع ونسيت أقول الintro بتاعي. أنا اسمي روناء، لو ما عندكيش أخت كبيرة اعتبريني أختِك الكبيرة نكمّل بعد الفاصل. أول حاجة زي ما قُلت لِك هنعملها إن إحنا هنبتدي إن إحنا نعوّد جسمنا على الصيام، سواء بصيام أيام أو بإن أنا أعمل نَفْسي صايمة أيام تانية. يعني إيه؟ أولًا هاجهّز نَفْسي من بالليل، قبل ما أنام بالليل بساعتين أو 3 مش هاكل أي حاجة خالص، هاصحى تاني يوم الصبح هاخد حاجة خفيفة تصبّرني على الصيام، وكإني صايمة من بالليل لحد المغرب، ولكن هاقطع الصيام ده في النُص بحاجة على الفطار، لإن إحنا دلوقتي هنكون في مرحلة إن إحنا قايمين عايزين نفطر. الناس متعودة إنها تفطر، فهنعمل إيه؟ هناخد حاجة تساعدنا على الشبع. حاجة تساعدنا على الشبع وهي إيه أكتر حاجة تساعدنا على الشبع؟ هي القهوة. القهوة باللبن عشان ما تأذيش معدتي، وكمان اللبن فيه بروتين ودهون وعناصر غذائية هتساعدني إن أنا يعني ما أجوعش بعد كده أوي. كمان القهوة بتساعد على إنتاج هرمون اسمه الPYY هرمون. بُصّي ولا كأنِك سمعتِ اسمه ولا أي حاجة خالص، كل اللي أنتِ محتاجة إن أنتِ تعرفيه إن هو بيساعدِك إن أنتِ تشبعي لفترة طويلة، بيعمل كده حاجة كأنِك بتتقفلي شوية. طيب لو أنا مش عايزة قهوة، اسمعي لجسمِك، شوفي جسمِك عايز إيه الحاجة اللي ممكن تاخديها الصبح تحسسِك إن أنتِ شبعانة شوية لفترة طويلة، ساعتين 3 على الأقل. طيب أنا مثلًا كروناء نقطة ضعفي الحلويات، فأنا ممكن آخد معاها كيك مع إنه كيك فيه سُكّر، وأنا عارفة إنه فيه سُكّر، ولكن أنا عارفة إن الكيك ده بيساعدني على الشبع ووالله خسيت كده. الكيك ده كيك ذرة. كيك ذرة باشتريه من مكان معيّن بيساعدني إن أنا أشبع، باخد حتّة صغيّرة أوي مع القهوة بيساعدني أشبع. معقولة ابتديتِ يومِك بقهوة وكيك وشبعتِ لحد المغرب؟ أقول لِك أيوه، وفي حاجات تانية في النُص ساعدتني إن أنا أشبع وأقول لِك إيه هي دلوقتي. طيب هل ده يا روناء فعلًا هيفيد لو أنا عايزة أتعوّد على الصيام؟ بالفعل هيفيد، لإنِّك هتعدّي المرحلة بتاعة نقص هرمون الليبتين دي، وهتبتدي جسمِك يبقى متجهّز إن أنتِ تصومي من غير ما يبقى عندِك شراهة كبيرة جدًا في الأكل. طيب في النُص لو حسيت إن أنا جعانة هاعمل إيه؟ عندِك العصير الأخضر. العصير الأخضر ده يا جماعة عبارة عن إيه؟ العصير الأخضر ده أي حاجة خضرا عندِك في التلاجة. عندِك مثلًا خيار، خَصّ غامق، الخَصّ اللي فيه ورقيات غامقة، الخَصّ اللي لونه فاتح شوية ما فيهوش أصلًا عناصر غذائية كتير يعتبر فاضي، عندِك الجرجير، عندِك الشبت، البقدونس، الكزبرة، وكتّري ليمون علشان الأوكزالات اللي بتبقى موجودة في الخضار ما تأذيكيش. حطّي ليمون كتير، اعصري ده كلّه بقى أو اضربي ده كلّه في الخلاط كويس أوي، وبعدين صفّيه بالمصفى. ممكن تعملي المشروب ده مثلًا على قد يومين 3 جايين كمان، وتحطّيه في التلاجة وتشربي كل يوم بتاع كوباية. ممكن لو أنتِ خايفة على صحتِك ما تشربيهوش كل يوم وعندِك بديل تاني وهو
السكر الدايت والنوع ده أنا جرّبته ورائع جدًا بالنسبة لي، والمشروبات العُشبية، أي مشروبات عُشبية، بتحبي النعناع، بتحبي اليانسون، بتحبي القرفة بالجنزبيل، ده كله هيخلّيكِ حاسة إن أنتِ آآ بتاخدي حاجة، يعني مش حارمة نفسِك أوي، زي ما قُلت لكم إحنا بنجهّز نفسنا عشان رمضان، وكمان بيساعدِك إن أنتِ تاخدي كمية من المَيّة الكفاية، لإنه ناس كتيرة أوي بتجوع في الصيام بسبب إن هي مش مهتمة بالمَيّة. أحيانًا الجسم بيتلخبط، أحيانًا المُخ بيتلخبط، بيديكِ إشارات جوع وأنتِ أصلًا عطشانة، فعشان نتلاشى ده بنعمل إيه، بنشرب مَيّة كفاية. من الحاجات المفيدة أوي كمان يا جماعة في المشروب الأخضر ده، إنه المشروب الأخضر بيبقى فيه عناصر غذائية، تعرفي إن جسمنا بيميل إن هو ياكل بزيادة، وخصوصًا الحلويات لو عندنا نقص في عناصر غذائية معينة، يعني على سبيل المثال لو أنتِ بتاكلي حلويات بشراهة أو دايمًا مايلة للسكر أوي، يبقى غالبًا أنتِ عندِك نقص مثلًا في المغنيسيوم والكروميوم، ده هتاخديه منين؟ هتاخديه من البقول، عندِك الحبوب، البيض، البروتين بتاع الفراخ، البروكلي طبعًا. وده اللي هياخدنا للنقطة التانية وهي الوجبة الأساسية، الوجبة بقى بتاعة المغرب، الوجبة بتاعة سواء كنتِ صايمة أو عاملة النظام اللي هو أشبه بالصيام أو الشبه صيام اللي إحنا بنقول عليه ده. الوجبة الأساسية أو وجبة الفطار هتكون عبارة عن إيه؟ عبارة عن كل اللي نفسِك فيه، بس هتبتدي بالسلطة، هتبتدي بإن أنتِ تاكلي السلطة، هتبتدي إن أنتِ تشربي شوربة لو متوفر، مش متوفر خلاص، والبروتين بتاعِك، البروتين ده ممكن يكون حتى ولو بقول، ولكن في بروتين في الترابيزة بتاعتِك، علشان تشبعي لمدة طويلة. أغلب الناس بتبقى مش عارفة هي بتجوع بسرعة ليه، لإن هي يا جماعة بتاكل أكل بيتهضم بسرعة، نشويات بس، نشويات بيضا، نشويات خفيفة، ما بتستقرش في المعدة، ما فيهاش عناصر غذائية. فكلي الأكل اللي يخلّيكِ كده عارفين أنتم اللي هو يخلّيكم أنتم كده مليانين لفترة طويلة، مش هاقول لِك تاكلي الرز في الآخر، ولكن هاقول لِك ركّزي على الحاجات دي وأنتِ بتاكلي مع الرز، علشان الرز أو المكرونة أو أيًا يكن، حتى لو مكرونة بيضا أيًا يكن، هتاكلي منها كمية أقل. واللي يقول لِك النشويات غلط على فكرة ده بيهزر، ده بيقول أي كلام. ليه؟ لإن النشويات دي أصلًا من الحاجات اللي بتدّي طاقة، من الحاجات اللي بتساعد على التركيز، من الحاجات اللي بتساعد على البناء العضلي، ف ما تركّزيش مع الكلام ده، مع الكلام اللي بيعقّد ناس كتير ومش كل الناس هتقدر إن هي تستمر عليه. طيب، إحنا أخدنا كل ده، عايزة أقول لِك تهتمي كمان بإن أنتِ تاخدي مكملات الأوميجا 3، تهتمي كمان إن أنتِ تاخدي مكملات غذائية زي limitless woman. limitless woman من الحاجات المتوفرة هنا في مصر، وكمان عندِك centrum من الحاجات المتوفرة هنا في مصر برضه، هتلاقوها في صيدليات مثلًا زي العزبي أو كده. فالحاجات دي هتساعدِك إن أنتِ تاخدي العناصر الغذائية الكافية، عشان ما نعملش زي ما قُلنا في النقطة الأولانية، يبقى عندنا نقص عناصر غذائية معينة، ونلاقي نفسنا بنميل للحلويات بزيادة والكلام ده كله. طيب فين الحلويات بتاعة رمضان؟ هناكلها إمتى؟ عايزة أقول لِك إن أنتِ تقدري تاخدي حتة حلويات بعد الأكل على طول، بعد الأكل في خلال ساعة maximum. ليه بقى؟ ما تستنصحيش وتعملي الحلويات وجبة لوحدها. ليه بقى؟ لإن أنتِ كده يعني مش هتاخدي بس ضرر الحلويات، أنتِ كمان هتعلّي سكر الدم أوي، لإن جسمِك أو معدتِك فاضية، فهيكون سهل إن السكر يمتص بشكل أسرع. لكن لمّا بتحطي الحلويات بعد الوجبة على طول، مع إن في ناس فاهمة إن ده غلط، بيختلط بالبروتين والخضار والألياف، فتأثيرها على تجويعِك بعد كده بيكون أخف بكتير. يعني مش هتحسي إن أنتِ زي ما بتاكلي حلويات تحسي إنِك عندِك شراهة، لأ أبدًا، هتختلط بالوجبة الأساسية اللي فيها أكل صحّي والمطبوخة بشكل صحّي يا جماعة. مطبوخة بشكل صحّي يعني إيه؟ يعني تستخدمي دهون على القد بس دهون صحية. يعني مثلًا هتستخدمي زيت زيتون، وما تحطّيش كميات كبيرة، ما تاكليش مقلي ومحمّر والكلام ده، كُلي الأكل في صورته العادية، وصدّقيني يبقى طعمه ألذ بكتير وطعمه أوضح بكتير. لمّا تتعودي إنِّك تاكلي والأكل مطبوخ بشكل صحّي أكتر، هتلاقي نفسِك حاسة إن الأكل التاني ده ما لوش طعم أو طعمه غريب، أو كل اللي أنتِ بتاكليه بس زيت والّا سُكّر والّا الكلام ده، فاهماني؟ الحاجة التالتة بقى وهي آخر وجبة في اليوم، إحنا هنعتمد على شِبه وجبتين بس في اليوم. آخر بقى وجبة في اليوم هتكون هي السحور، أو هتكون هي العشا لو أنتِ هتبتدي في الموضوع ده من دلوقتي، وأنا بأكد عليكِ إن لازم تبتدي من دلوقتي. الوجبة الأخيرة دي هتكون عبارة عن إيه؟ عن حاجة بتشبّع، زي إيه مثلًا؟ وحاجة تكون حلوة، ما تاكليش أكل غصب عنِّك وأنتِ متكرّهة طول الوقت علشان ما تكرهيش الدايت، لإنه لو إحنا عايزين نخس فإحنا عايزين نستمر على ده. فمحتاجين إن إحنا ناخد أكل مقبول. أنا مثلًا من الحاجات اللي حبيتها مؤخرًا شوربة الفول الأخضر. الفول الأخضر أو الإدمامي موجود في السوبر ماركتس على طول مجمد، فبابقى مثلًا عاينة شوربة لحمة أو فراخ في التلاجة،
وباطلّعها وباحط فيها الفول يتسلق له مثلًا بتاع ساعة وباكله من غير القشر بتاعه عشان ما يوجعليش القولون بتاعي. الفول ده من الحاجات اللطيفة جدًا. عندِك برضه ممكن تاخدي عيش أسمر، جبنة قريش، اعملي حركات في الجبنة القريش، حطّي عليها لبن تبقى سايحة كده شوية، تبقى كإنها جبنة creamy شوية أو يبقى فيها شبه من اللبنة شوية. وحطّي عليها مثلًا خضار، طماطم، بصل، مش عارفة إيه. حاولي إن أنتِ تنوّعي. البيض اعمليه بكذا شكل، حطّي عليه شوية بسطرمة. يعني التركي اللي هو الرومي المدخن ده بيبقى لطيف جدًا. حاولي إن أنتِ تنوّعي بحيث إن أنتِ ما تبقيش كده إيه، حاسة إن الdiet يعني مضايقِك. واشبعي، اشبعي علشان ما تحسّيش إن أنتِ برضه بتتعاقبي. كفاية إن أنتِ بتجوّعي نَفْسِك شوية باقي اليوم. عشان كده قُلت لِك إحنا هنشبع وهناكل نِفْسنا فيه وهناكل حلويات، بس في نَفْس الوقت ممكن نجوع شوية عادي. وأخيرًا يا حلوتي، استجابة أجسامنا مختلفة. مش معنى إن رونق خسِّت أسرع يبقى أنتِ لازم تخسّي بنفس المعدل، ومش معنى إن فلانة خسِّت أبطأ يبقى هي تزعل والكلام ده كلّه. افتكري إن في المقام الأول أنتِ مهتمة بصحتِك، مهتمة بفيتاميناتِك، مهتمة إنِّك تاخدي أكل صحّي عشان صحتِك وعشان جسمِك وعشان أعضائِك الداخلية وعشان دماغِك وتركيزِك وكل الكلام ده. والتخسيس هييجي بالتبعية أكيد، فاصبري وما تيأسيش وما تستعجليش واعملي اللي قُلت لِك عليه ده، واستمري كمان عليه بعد رمضان. الصيام من الحاجات اللي بتفيد الجسم جدًا، إن أنا أمنع الأكل عن جسمي فترة من الزمن، لإن الأكل زي ما هو فيه عناصر غذائية فيه كمان سموم. كل أنواع الأكل مهما كان جميل وحلو كتره ممكن يأذي جسمي بشكلٍ ما. ففكرة إن أنا أمنع الأكل عن جسمي شوية ده أكيد صحّي ليّا أكتر بكتير. فده كان فيديو يا رب يكون فادِك، وأشوفِك إن شاء الله السبت الجاي على خير الساعة 18:00. باحبِك قد العالم. باي باي.